تكشف مصادر خاصة عن السبب الرئيسي لخلافات دول خليجية مع قطر ودور ترامب أبي إيفانكا أنه وخلال القمة الترامبية الأمريكية الإسلامية الأخيرة، والتي كان من المقرر فيها إعلان القدس عاصمة لإسرائيل بمباركة ودعم كبير من دول الخليج العربي ومصر وعدد من الدول، اعترضت قطر على هذا القرار ووجهت اعتراضا رسميا شديد اللهجة وإعلان وزير خارجية قطر أن أي تحرك سوف يدفع المنطقة إلى حرب عالمية. أثناء استقبال الوفود في القمة حدثت مشادة كلامية بين وفد قطر والمستقبلين السعوديين بسبب رفع القطريين علم فلسطين على سيارة الوفد القطري، وقاموا بإدخال أعلام فلسطين إلى داخل القمة، ما أثار غضبا داخل القاعة. وبعدها ألقى ترامب كلمة قوية حيث هدد كل من يدعم حركة حماس الإرهابية بالزوال القريب، ولقت كلمته تصفيقا وابتسامة من كل الوفود عدا قطر. وبعد انتهاء القمة طلبت السعودية من قطر مغادرة أراضيها فورا. وبعد وصول الوفد القطري إلى الدوحة تسلمت الخارجية القطرية رسالة من الديوان الملكي السعودي، حيث ذكر في الرسالة: إما تختار قطر دعم الإرهاب المتمثل بدعم المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس الإرهابية، أو التوقيع على مخرجات القمة الأمريكية الإسلامية. أما ما اتفق عليه بالقمة نقاط كثيرة، لكن ما أثار الوفد القطري هو اعتبار حماس حركة إرهابية ونقل سفارة أمريكا إلى القدس. بدورها رفضت قطر التوقيع على نتائج القمة، وردت قطر برسالة إلى الديوان الملكي السعودي أهم ما جاء فيها: لن نبيع مبادئنا ولو مسحت قطر من الخريطة. سندعم حماس والمقاومة الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه. سندفع الرواتب لقطاع غزة المحاصر. هذا عدا عن الخلاف في الملفات الأخرى مع قطر، من تثبيت أركان عاشق الرز السيسي لاغتصاب إرادة المصريين، وحفتر في ليبيا، وتقسيم اليمن للسيطرة على موانئ عدن لتنعم موانئ دبي العالمية بالراحة والاطمئنان. إن الوقت لإتمام صفقة القرن، بيع ما تبقى من فلسطين ليرضى عنا مولانا. هذا حال زعماء الدمى بأيدي التاجر ترامب أبو إيفانكا. لتأمين مرور صفقة القرن لابد من مقاطعة قطر والضغط عليها، وبنودها توطين الفلسطينيين بقطاع غزة داخل سيناء. الاتفاق تم بين إسرائيل ومصر بوساطة أردنية إماراتية وسعودية وبرعاية أمريكية. إسرائيل عليها توجيه ضربة قوية لغزة وارتكاب مجازر حتى يفر أهلها إلى سيناء. مصر تقدم الأرض في سيناء ليسكن فيها أهل غزة. السعودية تدفع ثمن تلك الأرض لمصر 580 مليار دولار على 10 سنوات، بواقع 58 مليار دولار سنويا. أمريكا تعطي الغطاء السياسي لإتمام الصفقة. لن يقف في وجه هذا الاتفاق إلا حماس، فكان ضرب حماس في العمق وقطع الإمداد عنها من الأولويات. حماس في غزة لا يدعمها ماديا وسياسيا سوى قطر فقط، فقطر تدعمها بشكل مباشر وتركيا بشكل غير مباشر. إذن يجب ضرب الداعم وفصله عن حماس. وهذا ما جاء على لسان وزير خارجية السعودية عادل الجبير بشكل سافر، حيث قال: فاض الكيل، وعلى قطر التوقف عن دعم حماس والإخوان. إذن ليس السبب في مقاطعة قطر لعلاقتها مع إيران. قائمة الأوامر المفروضة على الدوحة: رفع الدعم السياسي والمادي عن جماعة الإخوان المسلمين، وبشكل خاص حركة المقاومة الإسلامية حماس. توقف وإغلاق قناة الجزيرة، القناة الوحيدة القادرة على تفجير الصفقة، وربما العمل على إرباكها إن لم يكن إفشالها.